السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا يونس، ناس الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. تحياتنا ليك ولكل الإخوان في الجزائر. الله يبارك في عمرك. سألت سؤال بتقول وجدت فيديو لأحد النحالين. بتقول ملخص الفيديو دوت بيقول: إذا أردت زيادة فرصة تقبل النحل للملكة، فقم بنزع الإطار بعد نفضه من النحل داخل الصندوق، ثم علق القفص بتاع الملكة في الأعلى، وبعد يومين يكون النحل قد شكل عنقود على الملكة، وبالتالي يتم الإفراج عن الملكة. أخويا يونس، الله يبارك فيك، وليه ده كله وليه الصعوبات دي كلها؟ يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لك يسر الأمور تكون متيسرة. تمام. الله يبارك في عمرك. خلية يتيمة، خلي بالك من الكلام اللي أتكلم فيه ده. خلية يتيمة شعرت باليتم، خلاص خلية شعرت باليتم، مباشرة النحل بيعمل إيه؟ بيقوم باني بيوت ملكية على اليرقات اللي في الداخل الخلية، أو البيض اللي هو نقدر نقول حديث الفأس. تمام. أنا كرجل نحال لما بوفر وقت على الخلية وأدخل لها ملكة عذراء أو ملكة ملقحة وأقفص عليها، تمام، هي مباشرة بتروح للملكة ديت وبتبتدي تغذية الملكة ديت. تمام. وبيكون العازل أو الحاجز ما بين الملكة والنحل هو القفص، ولكن مع ذلك سبحان الله النحل بيتمكن من خلال الفتحات البسيطة اللي موجودة في القفص ان هو يمد الملكة بالغذاء. تمام. ده بيكون بداية تقبل النحل للملكة ان هو يغذيها. تمام. تاني شيء، لما انا بترك الملكة مثلا ما بين ال 24 ساعة الى ال 48 ساعة، تمام، وبعد كده افرج عن الملكة، خلاص النحل بيتقبلها لان دي هتكون ام الخلية. تمام. الفرمون الملكي بتاع الملكة ابتدى ينتشر داخل الخلية. تمام. امتى النحل يقتلها؟ لو في حالة وجود عذرة في الداخل، او في حالة وجود ملكة في الداخل. اصبح ان النحل دلوقتي مش مهتم بيها يقتلها، انما النحل يشعر بالتيتيم واديته ملكة وجلستها يوم او اتنين في الخلية وافرجت عليها، مباشرة هيتقبلها. تمام. في بعض الحالات النادرة، تمام، ان النحل ممكن ما يتقبلش الملكة ويقتلها لما يكون مثلا ملكة مش من سلالة النحل. تمام. يعني خلينا نقول مثلا عندي نحل تلي، تمام، زي مثلا اللي موجود عندك في الجزائر، وجينا فرضا دخلنا له ملكة إيطالي أو ملكة بلدي من الخليج. تمام. هل ممكن النحل ما يتقبلهاش ويقتلها؟ نعم، احتمال كبير. تمام. لأن نقدر نقول الشغالات من سلالة والملكة من سلالة أخرى. تمام. فاهم أتكلم في إيه؟ فهو بنقدر نقول دي احتمالات رفض النحل للملكة، اللي هي نقدر نقول بيتدخل له ملكات من سلالة أخرى. حتى الإخوان في سوريا الله يبارك لك دايما لما بيحبوا يدخلوا ملكات أجنبي على النحل السوري، سواء ملكات كريانولي أو إيطالي دخلوه على النحل السوري، دايما بيدخلوه على النحل الحاضن اللي هو صغير السن اللي ما عندوش المقدرة ان هو مثلا يقتل الملك. تمام. مع كثافة نحلية ضعيفة جدا. تمام. فما تصعبش الامور على نفسك، الله يبارك في عمرك. تمام. اشتغل بالمتيسر، ما تحاولش تصعب الامور، لان لما بنصعب الامور احنا كبشر على انفسنا، فصدقا الله سبحانه وتعالى بيصعبها علينا اكتر. تمام. لازم تيسر على نفسك عشان الله سبحانه وتعالى ييسرها علينا وعليك. الله ييسر لك الحال يا رب. تحياتنا ليك والاخوان في الجزائر. مشكور اخويا يونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب تكوني في خير وفي نعمة، اللهم امين يا رب العالمين. دكتور، الله يبارك في عمرك، بخصوص السؤال بتاعك على الخلية اللي هي ما شاء الله طابقين عبارة عن 15 برواز. بتقولي ما شاء الله النهارده فحصت الخلية، طبعا مركبة الحاجز الملكي، فحصت الخلية لقيت في العاسلة، بتقولي لقيت حوالي 7 بيوت ملكية. في قسم من البيوت الملكية مفتوح وقسم آخر مغلق في منتصف البرواز. بتقولي طبعا بسبب ازدحام النحل ما شاء الله تبارك الله في العاسلة، ربما يكوني ما استطعتيش انك انت تشوفي البيض، او ربما يكون الامر كان صعب انك انت تشوفي مثلا يرقات حديثة، الا مثلا عمر يوم او اتنين او تلاتة بالنسبة لليرقات. بتقولي بالنسبة للامر دوت، هل اترك الخلية لحالها ولا لازم ابحث عن الملكة ان شاء الرحمن بكرة؟ اولا الله يبارك فيكي، باذن الله الملكة موجودة. تمام. هي الملكة موجودة طبعا في الطابق اللي هو بتاع التربية. تمام. ولكن ربما يكون مثلا الخلية ديت انت لسه رافعاها او لسه رافعة العسلة قريبا او وضع الحاجز الملكي، فبيبقى دايما من المتوقع بيحدث بناء بيوت ملكية في الطابق التاني العسلة. تمام. على العموم ان شاء الرحمن كده بكرة لو الاجواء متحسنة عندك مثلا في العراق او ما شابه ذلك،
حاولي باذن الله مثلا الساعه 10 الصباح او اذان الظهر كده افحص الخليه دي باذن الله. طبعا طبق التربيه بالخصوص، تمام، بكل هدوء كده. لو لقيت بيض ما شاء الله تبارك الله خلاص يبقى الامور ممتازه، وانا متاكد ان شاء الله ان الملكه موجوده في طبق التربيه. ولكن افحص طبعا، لان لو في بيوت ملكيه، تمام، ربما تهدميها. بالخصوص ممكن يكون انا اتكلم على طبق التربيه الطابق الاول، لان منع لحدوث تطريد لا قدر الله، بالخصوص لو عندك نشاط ممتاز، تمام. طبعا باذن الله بعد ما تتاكدي من وجود بيض حديث، او لو شفت الملكه، تمام، ممكن البرواز اللي هو فيه بيوت ملكيه في العسيله ده، ممكن لو عايزه تعملي تقسيمات ولا حاجه تستفيدي منه. او ممكن تحط البرواز دوت في خليه، نقدر نقول مثلا خليه عندك يتيمه بتربي بيوت ملكيه تستفيدي منه. اهم شيء ما تتركيش البرواز اللي هو فيه بيوت ملكيه ده في العسيله. طبعا امتى ما تركوش لو فيه ملكه موجوده. لو فيه ملكه موجوده في طابق التربيه وفيه بيض حديث، لازم اشيل طبعا البرواز اللي هو فيه البيوت الملكيه ديت، لا اما استفيد منها لا اما اهدمه، طبعا حسب الاحتياج عندك، تمام. طبعا لابد ان شاء الله تشوف الشيء ده بكره. ليه؟ لان احنا مش عاوزين ننتظر، ممكن ننتظر يومين ثلاثة أربعة تخرج ملكات عندنا عذارى. مع وجود الملكة اللي هي ملقحة في طابق التربية بإذن الله، يحدث بالتالي عندك تطريد أو يحدث مشكلة عندك، تمام. أنا واثق يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى، أنا واثق إن موجود ملكة بإذن الله في طابق التربية اللي هي الملكة الأم الملقحة، تمام. الله ييسر لك الحال يا رب، ونسأل الله يا رب التوفيق لك. مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. اللهم امين يا رب العالمين. نسأل الله يا رب التوفيق للإخوان في اليمن. ما شاء الله تبارك الله. الفيديو والصور اللي انت أرسلتها وحركة صروح النحل ممتاز ما شاء الله تبارك الله. طبعا أنا بأحييك صراحة على المرص اللي هو بتاع الخلايا الأعواد البلدي ده. انت مظلل عليه بطريقة كويسة، طريقة ممتازة ما شاء الله، وده شيء كويس. مع درجات الحرارة نقدر نقول اللي بتكون موجودة في الخليج أو اليمن عامة، تمام. فالمرصات لازم الواحد يظلل عليها، أو الخلايا الأعواد البلدية بالخصوص، لأن نقدر نقول إن هي سهل جدا يوصل لها درجات حرارة ومن ثم يتساقط الشمع. فأنا بأحييك على الشيء ده، وما شاء الله تبارك الله الأمر ممتاز. ليا بس نصيحة ليك الله يبارك لك، تمام، إنك أنت ممكن تيجي كده في بعض أوقات النهار مثلا قبل الغروب، تمام، مع هدوء السروح بتاع النحل، تجيب مثلا مقشة أو تجيب مكنسة، تمام، وتكنس النحل اللي هو ربما يكون في أرضية المنحل عندك الميت ده، تمام. تقدر تقول نظافة للمنحل. طب ليه الأمر دوت؟ لأن أنا أرى أتوقع والعلم عند الله إن ربما يكون المكان اللي أنت حاطط فيه الخلايا ده بعيد عن التيارات الهوائية، فبالتالي النحل اللي هو بيموت طبعا بسبب عمره الافتراضي خلاص انتهى. فربما مثلا لما يجلس فترة ما، تمام، يكون منظره مثلا وحش في المنحل او ما شابه ذلك، تمام. فانت ممكن الله يبارك في عمرك يعني مش تاخد الوقت في ايدك 5 دقايق 10 دقايق، تمام، ولكن زي ما انا بقول لك يكون وقت فيه سروح نحل او نشاط للنحل ضعيف، على اساس طبعا النحل ما يسببلكش ازعاج، تمام. واقل من 5 دقايق نظف النحل اللي في ارضيه المنحل اللي هو ميت دوت، تمام. وبالتالي طبعا الله يبارك لك ترميه في مكان بعيد مثلا، والامور تكون ممتازه يعني، تمام. الله ييسر لك الحال وما شاء الله يعني. نسال الله يا رب يكون موسم طلح خير عليك وعلى الاخوان سواء في اليمن او في المملكه العربيه السعوديه، لان ربما يكون التوقيت الحالي موسم طلح ان شاء الله يعني. الله ييسر لك الحال يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسال الله يا رب تكون الجميع في خير وفي نعمه. اللهم امين يا رب العالمين. اخويا محمد الله يبارك في عمرك. طبعا مشكور الاخ ابراهيم من سوريا الله يبارك فيه. اخ محمد الله يبارك فيك، بخصوص سؤالك على ملكات الاف 0 والاف 1 والاف 2، بتقول اتفاجئت ان بعض النحالين عارضين ربما يكون ملكات بحدود 300 دولار وما شابه ذلك. طبعا الله يبارك في عمرك، انا عاوز اقول لك على شيء بعيدا بقى عن الافيهات دي، تمام. اتوقع الاخ اكبر بيسجل ملف صوتي وهيرد عليك بصوره مختصره، تمام. انا بس عاوز اكلمك في نقطه تانية، تمام. والله يا اخي على ما اقول شهيد، الكلام ده اللي احنا شفناه، تمام، بعيدا على ان الملكه دي اف 0، تمام، او نقدر نقول ملكه نقيه وتحمل صفات لا احد يتخيلها ودرجه اولى، او ملكه نقدر نقول هجين خامس او سادس، تمام. الاصل في الموضوع المرعى، تمام.
تعال هات ملكه مثلا من اللي انت بتتكلم عليها دي ب 300 دولار ولا حتى ب 150 دولار، او هات لي افضل ملكه يا اخي في اوروبا، تمام، وحطها في مكان لا يوجد فيه مرعى، صحراء بس، مش هتطلع عسل. هتجيب عسل منين؟ تمام، هتنهار مع اول درجات حراره. تمام. ففيه بعض الحاجات لابد تتوفر عشان تاخد انتاجيه. يعني لو هنتكلم مثلا على كميات من الحضنه والتجيش، محتاج كميات من حبوب اللقاح او مرعى حبوب لقاح، مرعى غباري اساسي. تمام، ايا يكن نوع المرعى ايه. لو بتتكلم على انك انت عاوز تجني كميات من العسل، تمام، محتاج مرعى رحيقي، ازهار رحيقي، ايا يكن المرعى ايه. عندك سدر، حبة بركة، زعتر، برسيم، حمضيات، طلح، سمر، ايا يكن، لازم مرعى غطاء نباتي كافي على اساس ان النحل يسرح ويجيب احتياجات الخلية والفائض يخزنه ليك. تمام. صحيح الملكات الدرجات الاولى او الملكات الممتازة دي بتدي نقدر نقول ثقة للنحال وبتتقدم معاه كمان، وبيكون نقدر نقول يعني برضو وتيرة التقدم بتاعتها مش وحشة، بل بالعكس ممتازة، ولكن في مقومات أخرى. تمام، خلي بالك السنة ديت 2023 معظم دول العربية كلها بدون استثناء بتشتكي إن المواسم سيئة جدا. تمام، والكل أجمع إن تغير المناخ ربما يكون هو العامل الأساسي. هل معنى كده إن الملكات اللي في الدول العربية دي كلها ملكات سيئة؟ لا. تمام، لان مش واحد بيشتكي، انت بتتكلم دول باجمعها. عد لك الدول اللي بتشتكي، عد جمهوريه مصر العربيه، تمام، المملكه العربيه السعوديه، الجزائر، تمام، المغرب، تونس، ليبيا. انا بكلمك مش كلام انشا، انا بكلمك ناس تواصلت معانا وبيشتكوا من الدول دي. تمام، والناس ديت ما شاء الله في منهم ناس لبنان كمان، وفي ناس من الدول دي شغاله وجايبه ملكات سواء عن طريق تركيا او سواء عن طريق اي دوله من الدول الاجنبيه ودافعين فلوس في الملكات. تمام، فالامور صعبه، الامور سيئه. طب نصيحتي مني ليك ايه عشان نختصر الكلام؟ تمام، لو انت نقدر نقول امكانياتك متاحه تشتري ملكات بالاسعار دي، اشتري، ده شيء يرجع لك. تمام، او انك انت تمشي على الخطوه التقليديه اللي ربما يكون اخوه كتير بيتبعوها. تمام، وهي بيجي مثلا في منحله لقى 20 50 خليه في منحله، منهم 3 خلايا ممتازه، يبتدي ياخد من ال3 خلايا الممتازه دي بعض الملكات ويكتر. تمام. طبعا لو انت السلاله بتاعتك نقدر نقول في وقت ما توفر لها الظروف كلها وبتعمل كميات من الحضنه على حساب العسل او بتجيش نحل على حساب العسل، تمام، في بعض الاخوان بيقول لك انا هغير مخصوص علشان مثلا سمعت الاقاويل دي كتير، يقول لك ان النحل السوري عندي ما بيجيبش عسل بسبب بيديني كميات من الحضنه كميه كبيره على حساب العسل، وانا هجيب بالتالي ملكات من تركيا على اساس السبب ده. دي القول ده انا سمعته من سوريا من اكتر من شخص. طبعا انا مش عايش هناك، انا بقول لك على الاقاويل اللي سمعتها. فبيكون مضطر، وعشان امر اخر برضو الشراسه بيكون مضطر انه يروح يشتري ملكات اجنبيه. خلاص، هو شايف ان مصلحته في الشيء ده. تمام. واحد تاني يقول لك لا يا اخي انا بطلع مرزوم زي داخل مصر عندنا، اجيب ملكه اجنبيه حتى لو عامله 2 دولار، بقول لك شوفي 2 دولار فملهاش لازمه عندي. انا محتاج ملكه نقدر نقول فتيه عندها القدره على انها تجمع عسل، تمام، وفي نفس الوقت ممتازه، واقدر ان انا ابيعها في السنه مرتين ثلاثه، لان بغير في السنه ملكه مرتين ثلاثه، برضه ده شيء يرجع له. تمام، كل واحد بيشتغل حسب اللي متاح عنده. تمام، الله ييسر لك الحال، نسال الله يا رب التوفيق ليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا جواد، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة، وكل الإخوان في العراق يا رب، اللهم آمين. الله يبارك في عمرك. بتقول ما شاء الله إنك أنت استمعت الفيديو، وطبعا فيديو على القناة عندنا. بتقول بالنسبة للعجينة البروتينية، هل المقادير نص كيلو خميرة مطحونة مع 5 كيلو سكر مطحون مع نص لتر ليمون طبيعي مع خل التفاح و5 جرامات من القرفة زائد الكركم. بتقول طبعا الأجواء عندكم في العراق فيها درجات حرارة ربما. بتقول هل الأمور دي ممتازة ولا لا؟ طبعا الله يبارك فيك، ما فيش مشكلة بالنسبة للمقادير دي، ولكن بالنسبة للليمون، تمام، نص لتر ليمون كتير. تمام، قلل شوية من الليمون أو السوائل عامة بصفة عامة. تمام، هو لو الليمون دوت سوائل، تمام، قلل منه. يعني ممكن مثلا يكفي 30 40 ملي أو 50 ملي من الليمون. تمام، لأنك لما هتكتر
من السوائل، سواء ليمون او سواء اي سوائل اخرى، ممكن تحتاج انك تضيف سكر بعد كده بكميات ازيد. تمام. فمش في احتياج، الله يبارك في عمرك، تضيف نص لتر. تمام. هو مش مضر، خلي بالك في العجينه البروتينيه هو مش مضر، ولكن احنا بنتكلم بس عشان ما ياخدش منك كميات من السكر، بالخصوص ان لو العجينه طلعت معاك سايله شويه. وتاني شيء انت لابد تخلي العجينه على قد ما تقدر متماسكه، زي ما انت بتقول من كلامك ان الاجواء في العراق ربما يكون فيها درجات حراره. تمام. الامر الاخر والاهم، ما شاء الله انا بتواصل معايا اخوان من العراق. تمام. الاخ اتوقع محروس، اخ يونس، يعني اخوه كتير من العراق طبعا بدون ما ننسى احد ونتذكر احد. ما شاء الله بيقولوا ان في مراعي، في مواسم عسل حاليا شغال في العراق، الامور ممتازه. هل مثلا انت في منطقه نقدر نقول ما فيهاش الحاجات دي، ولا العجينه البروتينيه ديت عاملها مثلا لبعض الخلايا الطرود الضعيفه، ولا ايه؟ لان الله يبارك فيك العجينه البروتينيه ما بيتمش استخدامها الا فقط مع الشح. اقول لك الجمله دي تاني: مع شح المرعى من حبوب اللقاح تستخدمها. خلاف ذلك انا ما انصحكش تستخدمها نهائي، ليه؟ توفير للمال، ونقدر نقول ما بتجيش زي جوده المرعى الطبيعي من حبوب اللقاح. تمام. الله ييسر لك الحال يا رب، ونسال الله يا رب التوفيق ليك.